السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين قناة حسام فيد مودرن، معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى في فيديو جديد. استكمال الفيديو بفضل الله سبحانه وتعالى تم تصويره من أيام. الثلاث ترابيزات دول يا جماعة وهم خشب قبل التشطيب. تم تنفيذهم بسم الله ما شاء الله لثلاثة من أصدقاء القناة، والثلاث ترابيزات ثلاث مقاسات مختلفة. الترابيزة دي مقاسها 75 في 75، بتفرد معانا 75 في 150 سنتي كترابيزة سفرة. الترابيزة دي مقاسها 75 في متر، بتفرد معانا 75 في 2 متر كترابيزة سفرة. الترابيزة دي مقاسها متر في متر، بتفرد معانا متر في 2 متر كترابيزة سفرة كبيرة بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذ المنتجات يا جماعة لأصدقاء القناة. الحاج أسامة مرزوق من المقطم محافظة القاهرة. تم تنفيذ الترابيزة المقاس الصغير اللي هي 75 في 75 اللي بتفرد معانا 75 في 150 اللي لونها فاتح، للحاج أسامة مرزوق من المقطم محافظة القاهرة. الترابيزة الثانية المقاسها 75 في متر، تم تنفيذها للأستاذ محمد جوهر من محافظة المنصورة من مدينة طلخة. والترابيزة الثالثة للمهندس فؤاد أحمد من محافظة اسكندرية، ومساحتها زي ما حضراتكم متابعين معانا متر في متر. لأصدقاء القناة الأعزاء واللي لأول مرة يشاهدونا، الفيديو بتاع الثلاث ترابيزات خشب قبل التشطيب هيكون موجود معانا أول فيديو في الفيديوهات المقترحة. الترابيزات طبعا من الأبلكاش السه بالكامل، الكبس بتاعها من الداخل سويد. الرجول بتاع الترابيزات زي ما هتشوفوا في اول فيديو من الفيديوهات المقترحه من الخشب الزان الاحمر. راكب لهم طبعا كل ترابيزه 4 عجلات، كل عجله فيها قفل لتثبيت الترابيزه في مكانها، علشان اما نحط عليها سواء هنذاكر او هنستخدمها كترابيزه انتريه او ركنه او هنفردها كترابيزه سفره ما تتحركش ابدا من مكانها خالص. طبعا اصدقائي القناه زي ما حضراتكم متابعين معانا، حولوا لنا عربون جديه اتفاق 500 جنيه عن كل ترابيزه، وان شاء الله باقي الحساب يكون مع التسليم بعد التاكد من جوده المنتج ان شاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد ما بنخلص بنصور الفيديو وبنبعته لاصدقاء القناه علشان يطمنوا على شغلهم ان هو نفس الالوان اللي هم طلبوها بفضل الله سبحانه وتعالى مننا. طبعا البويه بتاعت الترابيزات بويه فرن، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. الميكانيزمات تركي، والمفصلات بتاعت الترابيزات برضو بسم الله ما شاء الله مفصلات تركي، حاجه بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا الترابيزات متطبق عليها خصم 10%، معاهم الشحن هديه، يعني الشحن هديه للاستاذ اسامه مرزوق للمقطم محافظه القاهره، والشحن برضه هديه للاستاذ محمد جوهر من مدينه طلخه محافظه المنصوره، والشحن برضه هديه ان شاء الله للمهندس فؤاد احمد لمحافظه الاسكندريه ان شاء الله سبحانه وتعالى. استخدام الترابيزات يا جماعه سهل جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وللعلم اللي اول مره يشاهدنا واللي حابب يعرف تفاصيل اكتر عن طريقه التعامل معنا اونلاين، يا ريت يشاهد لينك الفيديو التعريفي الموجود تحت في وصف الفيديو. طبعا الترابيزات يا جماعه بتتحرك على عجل زي ما احنا شايفين، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. الجنب المقابل للمفصلات ده يا جماعه بنرفع منه رفعه بسيطه كده، بتبدا الترابيزه بسم الله ما شاء الله تفتح معانا. بنقلب القرصه بقى كده يا جماعه، بقت معانا ترابيزه سفره بسم الله ما شاء الله مساحتها متر في 2 متر، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. اذا احنا كاهل البيت حابين نستخدمها كسفره او الاولاد بيذاكروا ولا حاجه، او اذا كان عندنا ضيوف وحابين نستخدمها كسفره، استخدامها سهل جدا. وبعد كده بنرجعها مكانها تاني بكل سهوله خالص، بترجع بسم الله ما شاء الله ترابيزه ركنه او انتريه، ترابيزه بسم الله ما شاء الله عاديه خالص. طبعا العجل هنا يا جماعه زي ما احنا شايفين فيه بسم الله ما شاء الله قفل من تحت، مجرد ما نقفل القفل كده يا جماعه الترابيزه ما عادتش تتحرك من مكانها بسم الله ما شاء الله خالص. فطبعا كل عجله من العجل ال4 عجلات مزوده بقفل زي ما احنا شايفين، القفل او القفل اللي احنا شفناه في الفيديو دلوقتي. الترابيزه الثانيه للاستاذ محمد جوهر من طلخه، دي ترابيزه الباشمهندس فؤاد احمد من اسكندريه.
ترابيزة الأستاذ محمد بوها دي مساحتها 75 في متر، برضه رفعة بسيطة من الناحية المقابلة للمفصلات. وبعد كده بنقلب الجزء ده كده يا جماعة، والقرصة التانية كده يا جماعة بقت معانا بسم الله ما شاء الله ترابيزة سفرة كبيرة مساحتها 75 في 2 متر، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. معانا طبعا صحارة تخزين من تحت بين الميكانيزم، مساحتها حوالي 35 في حوالي 75 سنتي. بسم الله ما شاء الله لو حابين نخزن فيها أي حاجة خاصة بالسفرة أو أي حاجة خاصة بالأولاد أو كتب الأولاد ولا أي حاجة. بعد كده بنرجع القرصة في مكانها بسم الله ما شاء الله تاني. ارتفاع الترابيزة يا جماعة بعد ما بتفرد المقاس الستاندرد العادي حوالي 87 سم، لكن الترابيزة للحاج أسامة مرزوق طلب مننا إن هي يكون ارتفاعها بعد ما تفرد تبقى 90 سم، وتم تنفيذها على حسب ما طلب مننا الحاج أسامة. ارتفاعها كده يا جماعة 90 سم زي ما طلب الحاج أسامة، بنفس اللون اللي هو طلبه الهافان الفاتح. العمق بتاعها 75 وكده بسم الله ما شاء الله 150 سم. بعد كده بنرجع القرصة كده يا جماعة في مكانها، وضغطة بسيطة خالص بترجع الترابيزة بسم الله ما شاء الله في مكانها بكل سهولة خالص. بقت ترابيزة انتريه عادية مساحتها 75 في 75 سم. في نهاية الفيديو بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. بنقول لكم لأول مرة يشاهدنا إذا عجبوا الفيديو يضغط إعجاب، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بننشره. انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. بنحب نقول لكم كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ربنا سبحانه وتعالى يجعله رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغنا فيه ليلة القدر، ويجعلنا من عتقاء ربنا سبحانه وتعالى من النار، ويستعملنا ويستعملكم لنصر الدين سبحانه وتعالى. بنشكركم على حسن المتابعة. بنقول لكم اللي حابب يتواصل معنا يسأل عن أي منتج يا ريت تبعتوا لنا رسالة على الواتس أو التليجرام، الرقم متثبت على الشريط أسفل الفيديو، كمان رقم التليفون موجود تحت في وصف الفيديو. وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.